طيب احنا دلوقتي بنصور واحنا مروحين رايحين التجمع. يعني انا هرجع التجمع ازاي من مستقبل سيتي؟ انا هنا على حدود مدينتي ما بين المرحله الثالثه والمرحله الاولى. هنشوف هنرجع التجمع في مده قد ايه ونبقى جوه القاهره الجديده في محور بن زايد عند بيت الوطن. نبدا نحسب مع بعض الوقت. احنا هنا ماشيين في الشارع الفاصل ما بين مدينتي وما بين مستقبل سيتي، في الشارع الناصيه ما بين المرحلة الثالثة والمرحلة الأولى. وخلونا نشوف هنوصل عند دخلة القاهرة الجديدة والبوابات بتاعتنا ومحور بن زايد الشمالي والحي الثامن والحي السادس في وقت قد إيه، للي حابب يعرف قربها وبعدها عن القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. فتعالوا بينا في الفيديو دوت نحسب الوقت اللي هيخلينا نرجع فيه القاهرة الجديدة. زي ما بأكد وبقول يا جماعة، عايز اشتري في حتة وعايز اشتري جوه كومباوند يبقى اختار صح واشتري من شركه مظبوط، خصوصا لو هشتري تحت الانشاء. طيب عايز اعمل ايه؟ عايز اراجع قرار وزاري، عايز اراجع ترخيصات، عايز اراجع ورق، عايز اراجع اقساط اتدفعت، عايز اراجع قوه شركه وسابقه اعمالها، عايز اراجع العقد وانظمته القانونيه. طيب احنا راجعين اهوت، بنخرج من البوابه اللي كنا دخلنا فيها. خلاص احنا تخيلوا كده جينا على طول في ثانيه كده من عند المرحله الثالثه، مشينا اسفلت وكملنا لحد ما نخرج من البوابه اللي احنا دخلنا منها. وزي ما قلت لكم ده السور، ده سور مع مدينتي. خلونا نخرج بقى واحنا خارجين نشوف هنخرج ازاي. لو بصينا على شمالنا هنلاقي الجزء ده من مستقبل سيتي، الحته دي مرتفع شويه برضه. 11000 فدان مش مساحه قليله بصراحه، مساحه عملاقه. فلما تشتغل وتسكن هتبقى مميزه. بتصور ان هيبقى فيها نفس الكوميونتي بتاع مدينتي. طيب خلونا نمشي بقى عشان نشوف احنا هنطلع ازاي. في اللي تحتنا ده النفق اللي هنطلع من فوقيه، ده اللي بيدخل على مدينتي. احنا راجعين هنطلع من فوق النفق على طول ما شاء الله. العاصمه الاداريه القاهره الجديده 15 مايو. احنا كده شكلنا بقينا على الدائري الاوسطي، ركبنا الدائري الاوسطي مباشره. احنا كده شكلنا ركبنا على طول الدائري الاوسطي وماشيين. هنلاقي على يميننا يافطه اهي مكتوب الدائري الاوسطي يمين طريق السويس والقاهره الجديده على طول. فاحنا ماشيين على طول هنطلع من على الكوبري اللي على شمالنا ده. لو احنا دخلنا يمين من هنا هنطلع على الدائري الاوسطي بس اتجاه طريق السويس. انما لو احنا طلعنا الكوبري 100 كوبري مباشرة طلعنا على الدائري الاوسطي اتجاه القاهرة الجديدة. زي بالظبط الكوبري اللي احنا بناخده من محور بن زايد الشمالي واحنا راجعين من العاصمة بننزل على القاهرة الجديدة. في مباني في وشنا هناك اهو يا جماعة، ما اعرفش انتوا شايفينها ولا لا. ده بيت الوطن. في على شمالنا ورا وكالة الفضاء ديت منطقة بيت الوطن، لان بيت الوطن طالع لحد طريق السويس. ما تنسوش بيت الوطن طالع على محور مصر الجديدة، واخد الحي الأول والثالث والخامس والسابع لحد طريق السويس. بيت الوطن ما شاء الله عملاق، 14000 عمارة، مساحة كبيرة جدا جدا يعني. لو احنا دخلنا من على الشمال هنلف تاني هنخش مستقبل سيتي ومدينتي، هنلف الكوبري ونرجع نخش مستقبل سيتي. يفتت اهي. طيب لو احنا كملنا على طول ادي يا جماعة على يميننا اهو بيت الوطن. العمارات اللي موجودة على يميننا ديت الحي السابع والحي الخامس. هناك الحي السابع والحي الخامس. ادي القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. مفيش أي مسافة. احنا تقريبا رجعنا في أقل من 5 دقايق. لو بصيتوا على طول المدة ديت اللي هو أقل من 5 دقايق كنا موجودين على الدائري الاوسطي اللي هيدخلنا على البوابات. بس احنا هنكمل لحد ما ندخل البوابات سوا، ويبقى كده عرفنا احنا خدنا قد ايه وقت من مستقبل سيتي. صراحه انا شايف ان هو برايم لوكيشن. انا شايف ان هو مستقبلا هيبقى مكان متميز جدا، خصوصا ان هو بيديك حياه الكومباوندز. على قد ما هو مميز كلوكيشن، على قد ما انا متخوف بس من حته الاختيار. يهمني كويس جدا 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 وانت عايز تعيش هناك تختار صح. انا بصراحه ليه مش بتكلم على الكومباوند كتير وليه مش بحاول ان انا ادوس فيه؟ لان للاسف في كومباوندات سيئه السمعه في القاهره الجديده. اللوكيشن بتاعها حلو قوي، لكن للاسف الشديد ادت انطباع سيء جدا على الكومباوندات. ما بحبش اقول اسمائها الا لو حد سالني وبقول له بعد كده ايه في كذا وفي كذا. وللاسف الشديد نتيجه ان الاداره مش قويه،
ان مفيش خبره تشغيل. وين وين ده لا فيستا اللي في التجمع برضو، نهايه التجمع. فدي بتؤدي الى مشاكل كبيره جدا 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 في الكومباوندات. خصوصا ليه انا بقول السيبريت من وجهه نظري اريح للدماغ، علشان خاطر هي بتبقى تحت اداره الدوله، فلو في اي مشكله هم اللي عاملين المرافق، هم عاملين البنيه التحتيه، هم اللي عاملين، مش بتبقى تحت اداره فرد او شخص، وبالتالي تقدر تحاسب او تتكلم مع اداره الجهاز. لكن لو هي تحت اداره فرد او شركه او كيان قوي ومحترم خاف على اسمه وسمعته وعايز يعمل صوره كويسه ومشرفه، هتبقى حاجه جميله جدا. بس ازاي اختاره، ازاي ادور عليه، هي دي النقط المهمه اللي بتحتاج خبره كبيره جدا ودراسه كويسه جدا للي بيشتري، خصوصا في مدينه مستقبل سيتي. ادي المونوريل اهوت، وادينا هندخل القاهره الجديده. دل على السلامه كده، احنا خدنا من قلب مستقبل سيتي الى دخله الكارتة ودخله القاهره الجديده. ارجو كده ان رحلتنا لمستقبل سيتي بكل تفاصيلها بالفيديوهات كلها اللي اتعرضت عليكم تكون وضحت لكم المدينه، وتكون صورت لكم مدى اهميتها المستقبليه. ولو حد محتاج اي استفسار او اي معلومه تخصها تواصل معايا مباشره. انا بس عايز اوريكم الكارت عشان تشوفوني، لان انتوا شفتوني وانا خارج في اول فيديو بدانا نصور في مستقبل سيتي، فعايزكم تشوفوني وانا راجع في اخر فيديو واحنا بندفع الكارت. برضو معرفش هيعدونا، لا هيدفعونا لازم، طابور اهو. يا صالح الحال يا رب. يلا بالتوفيق للجميع، وهناخد دورنا بقى في الكارت. تحياتي. قطعنا الكارتة وخرجنا. بعد ما قطعنا الكارتة، وادي بيت الوطن الحي الثامن اللي انتوا حافظينه وفاهمينه واللي انا بصوره كتير، وبعديها الحي السادس، وبعديها اللوتس، ويبقى احنا كده دخلنا قلب القاهرة الجديدة والتجمع الخامس. لا انا شايف ان مستقبل سيتي معالمها واضحة متحددة، واضح اولها ايه من اخرها ايه، بالذات المرحلة الاولى والمرحلة الثالثة. فاتصور ان هي هيكون ليها شأن ان شاء الله، خصوصا لما يتعمل البوليفارد او يبداوا يشتغلوا في مزار، او اكتر مدرسة تشتغل سواء سانت فاطمة مع المدرسة اللي اوريدي شغالة. فان شاء الله مشروع يكون مستقبله متميز ان شاء الله، لكن نختار صح فيه. تحياتي للجميع.